والنهاردة بقى هنعمل شوية بطاطا مكرملة كده بالصوص الكراميل اللي تحتها ده. تحفة اوي يا جماعة، تتاكل كده اكل بسم الله ما شاء الله، طعمها خطير. لزوم بقى الشتا وقعدات الشتا اللطيفة الجميلة ولمة العيلة الحلوة الدافية. انا اخترت شوية بطاطا، عملت شوية بطاطا بسم الله ما شاء الله، طعمهم تحفة جدا. يلا نبدأ ونشوف عملناهم ازاي. مبدئيا معايا حلة كده فيها معلقتين كبار مية، معلقتين بس يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده، شايفين مفيهاش مية خالص، يعني يعتبر مفيش اي مية اصلا. وبدأت انزل البطاطا اللي انا هعملها، وانا اخترت البطاطا الرفيعة دي عشان خاطر ما تاخدش وقت خالص معايا في السوى. لكن انت ممكن تختاري البطاطا الكبيرة شوية او الوسط، مفيش اي مشكلة، هو الفرق بس انها بتاخد شوية وقت في السوى لما بتكون البطاطا كبيرة. وانا مسكتها كده رصيتها في الحلة كويس، ونزلت عليها ب4 معالق كبار من السكر، علشان خاطر السكر ده هو اللي عامل لنا صوص الكراميل الجميل اللي انتوا شفتوه في البداية، او اللي انتوا هتشوفوه معايا يعني بعد كده. مسكناها، حطينا السكر وخلينا النار وسط او مايلة للهادية شوية، وغطينا عليها زي ما انتوا شايفين كده، شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. او كده بعد ما غطينا عليها انا سبتها بالظبط حوالي 15 دقيقة، وجيت لقيتها كده يعني بسم الله ما شاء الله داخلة على السوا خالص. سبتها 15 دقيقة، شايفين بتنهار ازاي وانا بقلبها، يعني خلاص ما عادش مستحملة. 15 دقيقة كانت بيرفكت جدا عليها. وسبتها على الجنب التاني برضو كمان 3 4 دقايق كده، عشان الجنب التاني يشرب من الصوص الكراميل ده ويبقى متكرمل ويبقى طعمه جميل. اهو زي ما انتوا شايفين بنبدأ نقلبها كده على الجنب التاني او على الوش التاني يعني. هي طابت، هي استوت سوا كامل. 15 دقيقة دخلوها في السوا خالص، يعني ما عادش بقى، هي استوت كده حوالي 95%. يعني مش متحملة اصلا ان احنا نقلبها، بسم الله ما شاء الله طعمها خطير خطير كده زي ما انتوا شايفين. هنقلب الكمية كلها، وطبعا هنسيبها كمان 3 4 دقايق على الوش التاني. وتعالوا نشوفوا بعد ما استوت هنعمل فيها ايه. بس ده كان فيديو بتاعي، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الشير واللايك، وما تنسوش كمان تتابعوني، لان محتاجة جدا دعمكم الفترة دي. زي ما انتوا شايفين لسه بنبدأ كده خلاص، بسم الله ما شاء الله، خدت 3 4 دقايق كمان ونزلناها. ما عادتش محتاجة سوا، هي تقريبا دايبة، او مش تقريبا، هي اكيد دايبة. زي ما انتوا، حتى لو انتم ملاحظين وانا بشيلها مش مستحملة، بشيلها بشويش جدا. اهي بترصها بقى في طبق التقديم ايا كان. بتحطي طبق كبير كده على السفرة، لكل واحد بياخد في طبقه، او بتحطي في كل طبق صغير. والصوص اللي باقي دوت مش هنرميه طبعا، انا حطيت عليه كوباية 3 معالق من المية، او فنجان صغير من بتاع القهوة ده مليان مية، وحطيتها على النار لمجرد دقيقة واحدة بس. لما اندمجت المية مع الصوص زي ما انتوا شايفين كده، خلاص بقى طعمها يا جماعة تحفة تحفة تحفة. حطينا الصوص عليها كده بسم الله ما شاء الله، شايفين نازل ازاي بكل دلع، عايزة تتاكل اكل. وطبعا مش هننسى نحط عليها شوية مكسرات، بس ده اختياري طبعا، انا